في هذا الفيديو سنشرح مستجدات دفتر المراسلة الرقمي، وهو أرضية جديدة تسمح بمشاركة المادة العلمية الدراسية والتفاعل مع التلاميذ ومراقبة تقدم الدروس مع الأساتذة والمفتشين. بطبيعة الحال، للوصول إلى ذلك ندخل إلى موقع مديرية التربية لولاية المندية، نذهب إلى خدمات، نجد هنا المؤسسات أولياء التلاميذ والموظفين وكذلك المفتشين والأساتذة. نضغط هنا على التلاميذ، ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالتلاميذ أو بالتلميذ. يظهر لنا دفتر المراسلة الرقمي. كما تلاحظون هنا يوجد رزنامة التمدرس، جدول التوقيت، جدول الاستقبال، رزنامة الاختبارات، كذلك المواظبة، غيابات وتأخرات، كذلك متابعة التلميذ في واجبات منزلية وتقييم وتقويم، وكذلك يمكن مشاهدة كشف نتائج النقاط من طرف التلميذ كما تلاحظون هنا، فصل أول وثاني وثالث، حتى الإجازات والعقوبات، وكذلك النظام الداخلي. ويمكن للتلميذ التواصل إما مع إدارة المؤسسة أو مع الأستاذ مباشرة. الجديد هو متابعة الدروس، حيث يمكن للتلميذ مشاهدة فهرس الدروس لكل مادة. هنا مثلا اللغة العربية، متوقف أستاذه في الأسبوع التاسع، الدرس الحالي هو الالتزام في الشعر العربي الحديث، والدرس القادم هو رصيف الأزهار مثلا. بطبيعة الحال يمكن أن يحضر الدرس من هنا، ويمكن أن يراسل الأستاذ من هنا. طبعا هنا يمكنه أن يشاهد كل المواد، كذلك يمكنه أن يذهب هنا إلى مراجعة وتحضير. كما تلاحظون هنا يمكنه أن يختار المادة، هنا يمكنه أن يختار مثلا الدرس ثم درس معين، ثم يضغط على عرض. كما تلاحظون تظهر قائمة الدروس، يختار الدرس مثلا هذا الدرس، ويمكنه مشاهدة الدرس كما تلاحظون هنا. Nous abordons aujourd'hui le premier objet d'étude qui est le discours d'histoire. Arrêtons-nous un instant au mot histoire. Que signifie-t-il? Le mot histoire est d'origine grecque qui est historia et il signifie enquête. Pour définir le طبعا يمكنه أن يغير الدرس حسب احتياجه. مثلا هنا نذهب إلى اللغة الإنجليزية، نختار الدرس من هنا ثم نضغط على عرض كما تلاحظون، ثم نشاهد درس الإنجليزية. I would like to give you an introduction about our work together. The official syllabus set down by the Ministry of National Education can be applied by means of في حالة ما إذا التلميذ لم يفهم شيئا في هذا الدرس مثلا، يمكنه طبعا مراسلة الأستاذ. من هنا مراسلة، يكتب سؤاله ثم يضغط على إرسال. كما يمكن للتلميذ مشاهدة جميع المواد التي يدرسها وجميع الدروس والمحاور طيلة السنة، كذلك الأسبوع أو الدرس الحالي، مثلا هنا علوم طبيعية أو مثلا لغة فرنسية، الأسبوع السادس وهكذا. كذلك يمكن للأستاذ الدخول من هنا بالضغط على الموظفين، يدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، تظهر له هذه النافذة. يمكن أن يشاهد معلوماته الشخصية المهنية، ممكن كذلك أن يشاهد درجاته، كذلك مجمل خدماته، يمكن أن يطلب مجمل خدمات، كذلك يمكن أن يتابع دروسه. مثلا هنا متابعة التقدم. كما تلاحظون هذا الأستاذ في الزوج التربوي 3 رياضيات،
في مادة اللغة العربية طبعا هنا يجد جميع دروسه. وهنا متوقف الأسبوع التاسع في الدرس الالتزام، يمكنه أن يتقدم إلى الوحدة التالية، يعني يذهب إلى الأسبوع الموالي. طبعا التلاميذ التابعين للفوج التربوي هذا سيجدون أن الدرس الحالي الآن تغير، وهكذا الأسبوع التاسع ثم الأسبوع العاشر وهكذا. يمكن أن يضيف شرح لهذا الدرس من هنا عن طريق إضافة. يقوم بإنشاء فيديو اليوتيوب شخصيا، أي الأستاذ نفسه يضع رابطه هنا، أو يمكنه أن يختار من الإنترنت درس ملائم للتلميذ يستطيع أن يحضر التلميذ به الدرس، أو يستطيع أن يفهم به الدرس ويضعه هنا حسب اختيار الأستاذ، ثم يضغط على حفظ. طبعا يمكن للأستاذ بالضغط على مشاركاتي أن يجد جميع دروسه التي وضعها هنا في هذه الأرضية. يمكنه أن يقوم بتعديلها أو حذفها إن لزم الأمر. طبعا هنا نؤكد أن الأستاذ يمكنه أن يقوم بالدرس بنفسه، ويمكنه أن يضع دروس من الإنترنت تكون ملائمة للتلميذ. كذلك المفتش يمكنه مراقبة الأستاذ. طبعا من هذه الأرضية يدخل عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور، يجد هنا جميع الأساتذة الذي يقوم بتفتيشهم. مثلا الدرس العربي بن حورة يمينة، الأستاذ العربي بن حورة يمينة الآن هي في الأسبوع 13، ولكن هنا هذا الأستاذ في الأسبوع التاسع يقوم بتنبيهه هنا في هذه النافذة، ويقوم بإرسال رسالة لهذا الأستاذ لكي ينبهه أنه متأخر. كذلك مدير المدرسة يمكنه أن يدخل إلى هذه الأرضية، يجد بطاقة فنية للمؤسسة، يجد كذلك تلاميذ التابعين للمؤسسة، حتى الموظفين بصورهم، الأفواج التربوية، الواجبات المنزلية، رزنامة الامتحانات يمكن أن يعدلها، جدول الاستقبال والنظام الداخلي. كذلك يمكن لولي التلميذ أن يدخل من هنا، يضغط على ولي التلميذ ثم يدخل هنا، يجد جميع الأولاد والبنات، أولاده وبناته هنا، يمكنه أن يتابعهم دفعة واحدة من حساب واحد فقط. ننبه فقط أن بالنسبة للأستاذ يمكنه أن يرى تفاعل التلاميذ مع درسه. مثلا هنا في هذا الدرس كيفية الإجابة على الأسئلة 13 المشاهد، يعني هناك 13 تلميذ شاهد هذا الدرس أو تلميذ واحد، وبهذه الطريقة يمكن أن يعرف أن دروسه تتابع من طرف 100 أو 1000 تلميذ، ويمكنه أن يقوم بتعديلها أو حذفها حسب طلبه.